يا عم الزو، انت لو تشتري حاجات هتشتري حاجات بكام؟ شويه زيت، شويه سكر، كيس رز، يعني مش هيعدي ال 2000 جنيه. وانت لا مؤاخذه بتقبض كام؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، 5000. يعني انت عايز تقنعني يا عم الزو انك هتيجي كل اخر شهر تقطع من 5000 جنيه 2000 جنيه تديهم لي؟ هدي لك 1000، 1100، وهقول محمد يحمد ربنا، غيري ما بيدفعش خالص. الله ينور عليك. والشهر اللي بعد منك صاحب طلبات بكام؟ برضك ب 2000، مش هيعدي ال 2000، لو عدى تعدي 2100. لو احنا بقى قعدنا على النظام ده 3 4 شهور كمان هيبقى عليك كام؟ 5 6000 مثلا. بذمتك يا عم الزو، انت لو بقى عليك ليه 5 6000 جنيه هتوريني وشك هنا تاني في الكشك؟ لا هيبقى معاك فلوس وهتشتري منين؟ الصراحه كده اشتري من عند غيرك. في حته هتعمل نفسك ايه؟ مش شايفك. ما عشان كده بقول لك يا عم الزو، حد زعلك مننا في حاجه؟ لا عندك حق، ربنا يدوم المعروف. عارف فتحة السجاير. ايه يا عم الزو، ما انت معاك فلوس اهو وبتدفع كاش، امال بتيجي عندنا وبتقسط ليه؟ ما العالم كله كده، يعني جت على يوني. العالم كله كده؟ خلي لي ال 50 دي.